حراسه المرمى الحارس المغربي ايوب لاكراد. في الدفاع شوماري، كومبومبي 12 وإينونجا 29 ومالوني 20 ومحمد حسين في الشمال رقم 15. وسط ملعب نجوما 6 الكونغولي، كانوتي 8، سار 33 امامهم شاما 17 واللاعب نتيبا زوكيزا طبعا لاعب ومهاجم من بوروندي مميز جدا، ورقم 10 ودنس رقم 38. هي التشكيله النهارده عبد الحق بن شيخ 4-3-3 في هذه المباراه في هذه المواجهه امام جماهير تصل هنا في ملعب اللقاء، ملعب بنجامين مكابا في دار السلام المدينه الاكبر في تنزانيا، لان العاصمه هي دودوما. النهارده قادر ان شاء الله على تخطي هذه العقبه. امامنا هنا مميزين في الكرات العاليه، سيمبا راسيه خطيره الكره، خطر الكره، ضربه راسيه المره دي من خلال اللاعب ساديو محمد بن شيخ والسرعه في ركنيه، كان في راسيه لكن يا ولد على بديل، وكان لعب في مباراه زامبيا كلاعب اساسي مكان اكرم توفيق. مره ثانيه هنا استلوت عمرو السوليه، الخبرات تلاقت محمد هاني عدى حلو قوي، هاني المساحات اللي بنتكلم عليها العرضيه نيران الصديقه، والهدف الاول احمد نبيل كوكا امامنا هنا، لعب لقاء 2-2 امام سيمبا في الدوري الافريقي، ويسجل الاهلي امامنا استغلال المساحات والانطلاقات في الاطراف. دفاع يعاني دفاع فريق نادي سيمبا، هجوميا مميزين، استقبلوا هدف في هذا الملعب فقط امام نادي اسك، وخارج ملعبهم امام الوداد صعدوا كتاني المجموعه بفضل النتيجه المباشره امام فريق نادي الوداد 2. فيك ايضا مع حسام حسن وابراهيم حسن وطارق نادي سيمبا، لانه سبق ان واجه سيمبا زي ما قلنا 3 لقاءات في افريقيا. هنا امامنا هجمه اهلاويه الدولي التنزاني، دينيس يلعبها على طول، كره اماميه الحارس انه يبعدها، اعادها نتيبا زوكيزا، كرات العرضيه محمد حسين، طبعا دار السلام للنادي الاهلي، شوماري تلقت علي معلول، وعنده دايما الانطلاقه واستغلال المساحه، سجل في مرمى كرواتيا هو محمد عبد المنعم. النهارده بيضعوا في هذه التشكيله الاساسيه ادي الكرات الراسيه، إينونجا كرات إينونجا عايز يلعب جالاكسي على طول، ركنيه الشحات على القائم الاول راسه وسط الحصان، حط جسمه حسين، حضر حلوه قوي فريق البتسواني جالاكسي في لقاء دوري الابطال. على طول الكرات العرضيه راسيه جديده، يعني له شعبيه رغم ان هو لاعب يمكن، اما اللي بيحاول من خلاله الاهلي انه يحافظ على الجديد، احد يعني التحف اللي سددها ارتطمت في القائم الاهلي، قاريين كويس المساحات، هيحاول يا عيني، عدى مودست المسك، بص امامنا الاعاده، بص المسك هنا، بص الراضي احمد نبيل كوكا، عبد المنعم، علي معلول، لم شامه، عدى من رامي، شامه الدقيقه 4 شامه يلعب ركنيه خطيره، بص الكره دي معموله خطيره جدا المره، الركنيه الخطيره اللي بتتلعب ادي ركنيه 5، يعني كان بيرتا هو اللي بيحكم مره ثانيه، هي خطيره من امامنا هنا ميلوني اللي عمل الكعب الجميل، لكن ملعوبه على طول الشحات لكن طويله مساحات الاهلي مقفلين كويس المره دي بقى، الهروب خطير دينيس، لكن تعال رايه وتسلل امامنا، دينيس كيبوي بروسبر امامنا، الكرة اللي اتعملت بالكعب ادي شامه ولكن الشمال مش بيجدش المساحه، لان بيجد دايما افريقيا ابطال شمال افريقيا 2008 اللي بيتابع راضي مع الرغبه والطمع في هذا. بص كم واحد قفل عليه على طول مره، شامه خطرات لين الحقيقه في قنوات بي ان سبورتس معانا، بيرسيتاو على طول يحاول المرور مع علي معلول، تمريره في العمق خطيره الى اللاعب كانوتيه، يا ولد كره رؤيه، واخد كانت اللقطه اللي فاتت من سعيدو كانوتيه، فترات المباراه دي 39 حبوا هم تزيد اللي كان بادي بيه الضغط العالي، لان الاهلي بيحاول، وادي المدينه الاشهر والاكبر في تنزانيا. مره ثانيه الضغط هنا من جانب دينيس فوق في هذه الجبهه اليمنى بدات تشتغل بشكل مميز، محمد هاني ممكن نشوف قفشه كذلك ايضا اللي شارك ايضا كان مع المنتخب ايضا، بس انجوما الشوط ده لازم يعدي نجومه ويلعب كره عرضيه يطلع على طول، يبقى واضح فيها بصمه مدرب، لكن العمق الخطير ولا روح المره دي امامنا هون 1 2 تعامل كانوتي الذي كان خطير اللي ضيع هنا الكرات اللي من العمق، خطر الكره الفريق على المستوى الافريقي، انضم في المساعد عرضيه خطيره، ولكن المره دي سويله المساعد امام في ركنيه 7 كره عاليه خطيره المره دي، حلوه قوي مودس على الثانيه، يلعب مين امامنا هو اللي خد الانذار، باباك عدم القيد لعمر كمال والزنفولي، وكره المره عمق الهجومي خطيره، تسديده من جانب اونانا من اختراقات في العمق دايما بيحضروا
نتيبا زينكيزا امامنا حكم 2019 للمريخ 2021 ونتيبا دفاعيه دينيس على طول تسديده الانطلاقات. ادي امامنا الكرات الثابته الشحات لسه خطيره امامنا هنا شوماري لكن شمال يكمل محمد حسين عرضيه خطيره بعيد بدي والله احيانا بيبقى يعني لاعب ارتكاز ثاني طبعا عمرو السليه من اللاعبين اصلا تسليم مع ايضا دخول طاهر ادي واحده في العمق علي معلول انطلاقه من علي لكن كره تضطر في ضخ دماء جديده للحفاظ على هدف اللقاء الوحيد حتى زق سنه طويله قوي الحقيقه طاهر والتدخل دي طاهر بص بقى جاي اينوك اينونجا اهو اينوك اينونجا أفضل تشكيلة مشتركة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري لعام 2024 حراسة المرمى محمد الشناوي، قلوب الدفاع محمد عبد المنعم وشراحيلي، ظهير يسار علي معلول، ظهير يمين مد الله العليان، خط الوسط بالارتكاز كانتي وفابينيو، أمامهم رومارينو، وجناح يسار الشحات، جناح يمين كهربا، ورأس الحربة بنزيما.